الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والفرج لأسرانا إن شاء الله. أقول كلمتين أحيي فيهم سمو أمير البلاد المعظم، وأحيي الشعب الكويتي، وأحيي كل من كان في الثورة السورية على أرض هذه البلد الطيبة. وأقول عاداتنا بسوريا وكرامة للضيوف، وركوبنا فوق الأجياد الأصيلة إذا دعانا الداع وشهرنا السيوف، نحمي وطننا والمعادي نزيله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أعرف الاسم الكريم. وليد عبد الرحمن العودات. ونعم الله، حياك الله، حياك الله، جزاك الله خير. الله يجزاك خير. تسلم. صندوق التبرعات موجود في الخارج، وانتم طالعين اللي يستطيع يتبرع، وباذن الله راح نوصلها للاخوان. الشيخ شافي هو الشيخ شافي العجل اللاب نفسه هو قاعد يروح عشان الحدود، قاعد يوصلها بطريقه توصل داخل سوريا باذن الله. طبعا هي مناشدة قلناها في التويتر وقلناها في أكثر من وسيلة إعلامية، وقالها غيري أيضا، وإن شاء الله لن يكون لهم إلا كل خير بإذن الله عز وجل كما وعدونا المسؤولون هنا. أبشركم الحكومة الكويتية والخليج بشكل عام، مجلس التعاون الخليجي يمكن هو سبق كل الدول العربية في مواقف قوية وشجاعة، ويبقى مثل ما ذكر وزير الداخلية، يبقى الإخوان إن شاء الله لن يرجعوا إلى تلك البلاد، لأن سيسلمون لإعدامهم. وإن شاء الله قد تهدأ الأمور بإذن الله عز وجل أن يكون لنا الخير، وسيكون لنا زيارة خاصة إن شاء الله. نعم. ما أشوف ولا الصوت. تفضل. شاب في ناس على الستيج يا شاب. طيب أخ يقول أنا عندي مشغل وخياط وصنعت كل هذه الأعلام اللي شفتوها وجمعت الأموال وهي كلها في سبيل الله عز وجل إخواني في سوريا. جزاك الله خير. ومن عنده أي شيء يستطيع أن يتبرع به، وإن شاء الله سوف نجمعها وتوصل إلى إخوانكم في الداخل ليس فقط في الخارج إن شاء الله. الله معك. تفضل. بسرعة قبل ما نبدأ بالهواء. دقيقة. ما شاء الله. جزاك الله خير. ميزان أعمالك إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يجعلك موازين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا. ما شاء الله الاخوه في تفاعل كثير، يعني في سواء في التبرعات او
تواضع الأسئلة. تبرعت على بالأخوات تبرعت ب10,000. هو قبل التعليق على هو الآن صورنا عن موضوع بشائر، هل ترى في الأفق بشائر النصر بالرغم من الدماء التي لا شك في ذلك، لكن نبغاهم يدعوا للحرمة اللي ارسلت رسالة تبرعت ب10,000. 10,000؟ إيه لأن أمانة بالله ما شاء الله. هذا أولا. ثانيا سبحان الله كلام الشيخ نبيل يوم قال أن هذا الذي يستشهد إن شاء الله في سوريا يقول بس يكفلوا أولادي، صح؟ ما قلت كذا يا شيخ؟ كأن الشيخ راكب معنا في السيارة أمس والشيخ حسن بن قعود، معروف شيخ تعرف الشيخ حسن، والشيخ الدكتور خالد والشيخ صالح، كأنه معنا شيخ قلنا يا إخوان عهد علينا مثل ما رحنا ليبيا الحمد لله أول ما هلك الهالك، وكذلك تونس عهد علينا يا أربعة اتفقنا أول ما يسقط ويهلك هذا بإذن الله سنذهب ونتكفل بالأسر والعوائل في سوريا مهما كان عددهم عونا لنا وحق لنا لذلك الذي استشهد به. ثالثا بشائر النصر بنتي تسألني سمية بصغيرة تقول يبا غريبة دول السوريين الحين عارفين بشار ذا يعني كلماتها اسمحوا لي بقولها يعني اسمحوا لي تقول كذا يبا بشار هالكلب كذا كيف يطلعون وهي عارفة هم عارفين السوريين دول انهم بيقتلوا كيف؟ قلت يا بنيتي بلال هرقل ملك الروم يوم سأل أبا سفيان وهذا البخاري قال يعني كيف اتبع محمد يعني إذا دخل الإسلام هل يرجع الكفر أو يغير في دينه؟ فقال لا، فقال هرقل كذلك الإيمان إذا خالط شغاف القلوب. قلت يا بنتي الإيمان إذا زاد يعني أبد ما يشعر، فلذلك فعلا العقل يحار. الذين يخرجون يوم كل جمعة هم طالعين ليش؟ لماذا؟ خلينا نتكلم باللغة العربية زي ما هو الإخوان. لماذا هؤلاء الذين يخرجون الذين خارجين مو يتظاهرون؟ طيب ما الذي ينتظرهم بالشارع؟ هل سيوزع عليهم الجيش المجرم السفاح سيوزع عليهم ورود؟ رد يا اخوان. هل سيوزع على قولهم ليرات سورية؟ والله سيوزع عليهم الرصاص والقنابل، صح ولا مو صح؟ ومحال يصرون يخرجون. فأنا باعتقادي وأعتقد وسأقول هذه الكلمة إن شاء الله بعد ما يأتي النصر أن أول أسباب النصر خروجهم وقد كشفت صدورهم للموت المحقق. ما هم خارجين يتمشون بل يخرجوا عارفين قدامه مدفع وقدامه شبيح مجرم ما يخاف الله ولا يتقيه وقدامه قتل محقق. هذا أول سبب من أسباب النصر، كونهم خرجوا وهم يعلمون أنهم سيموتون وأن عندهم عقيدة أنه كما قال الشيخ نبيل العوضي من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد. هذا أولا. ثانيا دعاء تلك الثكالة التي لن يخيبها الله، رأيتم بعيني كبار سن عجائز على 60 و70 سنة ترفع يدينها وهي دعاء بكاء ليس حزن بل فرح، تقول يا ربي بشار يا ربي ابني قدم، طبعا اللهجة السورية يا ربي ابني قدمت لك يا ربي تقبله، ثم تبدأ تدعي على الظالم اللهم اهلك الظالم. اقسم بالله لن يخيب هذه الدموع وتلك الثكالة التي تدعي. هذا ثانيا. ثالثا أن كثرة الانشقاقات بالجيش الحر الآن خصوصا بعد فتوى هيئة علماء المسلمين الله يجزاهم خير قبل 4 أيام طلعت هيئة علماء المسلمين أنه حرام على كل جندي في جيش المجرم بشار أن يستمر ولو أدى ذلك ليش؟ إلى قتل. حتى لو قتل حرام عليه أن يجلس الجيش. ولذلك الحمد لله سمعنا بعد الفتوى انشقاقات كبيرة، ونحن الآن كما قال الشيخ نبيل بما أن قناة الوطن تنقل وقد يسمعنا بعض الموجودين في الجيش أن يتقوا الله وينشقوا من هذا الجيش، أن يخرج من هذا الجيش. طيب لو قتل أقسم بالله كما قال هيئة العلماء أن قتله أولى وأحرى بل سيكتب عند ربه شهيد. لماذا؟ لأنه خرج حتى لا يقتل الضعفاء ويقتل أولئك النساء. والله يا أخوان ظلم والله قهر أن هؤلاء المجرمين يسمعون المنادي ينادي، يعني ما أظن في أذنهم صمم، هؤلاء الجنود ما أظن في أذنهم صمم، لكن نسأل الله السلامة إذا عميت البصيرة كما قال الله سبحانه وتعالى كأن في أذنيه وقر. فالأشياء التي تدل على النصر كثيرة جدا جدا. وأقسم بالله سيأتي اليوم الذي كما صلينا وألقينا كلمة في مزرعة الهالك معمر سيأتي اليوم ونصلي أنا والشيخ نبيل العوضي في بيت بشار وفي مزرعته وسيقول الله وسيقول هذه الساعة التي نتحناها فيه. بارك الله فيكم. شيخ نبيل كيف ترى المبشرات قبل المبشرات في كثير من الأوراق تأتي الموضوع الجهادي
يعني البعض يريدون خاصة من الشباب يقولون احنا مستعدين نروح بنفسنا هناك. فهل الآن نقدم جهاد نفس أم جهاد المال؟ وكذلك موضوع المبشرات، كيف ترى المبشرات الإسلامية؟ هو دائما مواضيع الجهاد النازلة يفترض أن لا يفتي فيها شخص، يفترض أن تكون هناك لجان وهيئات ومجالس لعلماء المسلمين، لأن فيها دماء ستذهب، وأن يحتاج إلى معرفة الواقع ثم ينزل عليها الأدلة الشرعية. لكن بشكل عام أهل سوريا الذين يدفعون عن أنفسهم لا أحد يختلف بأن فعلهم جهاد في سبيل الله. أهل سوريا الذين يقاتلون عن دينهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم فعلهم هذا جهاد في سبيل الله. وهم الآن كما نتواصل معهم، هم الآن ليسوا بحاجة إلى الرجال، بحاجة إلى المال ليشتروا به السلاح ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل. ما نقول لأحد الناس الذين ذهب معهم وقاتل معهم وقتل ليس له في سبيل الله، لكن الحاجة الفعلية اليوم للجيش السوري الحر ولقيادة الثورة في سوريا وللهيئة الثورة العامة في سوريا، الحاجة الكبرى اليوم عندهم المال، سواء لشراء ما يحتاجونه من وسائل حياة ضرورية، وكذلك السلاح. يحتاجون إلى أرض معزولة كما فعل الناس مع إخواننا في ليبيا، يحتاجون إلى فرض حظر جوي لأن الخبيث يقصفهم من الأعلى من فوقهم ومن أسفل منهم، يحتاجون إلى غطاء سياسي، يحتاجون إلى دعم دولي، يحتاجون إلى ضغط إعلامي وسياسي، يحتاجون إلى أشياء، وكل هذا من الجهاد في سبيل الله. ديناره من أعظم الجهاد في سبيل الله، فلا تبخل عليهم فيه. قبل 6 شهور تقريبا 6 شهور الكفة ما كانت مثل اليوم. كان السفير، تذكروا، كان السفير السوري في دولة الكويت يعيث في البلاد فسادا، كان يتصل على من يشاء على المسؤولين: أوقفوا الخطيب الفلاني وامنعوا وأسكتوا فلان الفلاني. كان هذا وضعنا، وبالفعل تم إيقاف بعض الخطباء عندنا بالكويت وما يستطيعون أن ينكروا بتدخل من السفارة السورية. لكن اليوم بجهودكم، بجهود المخلصين، بجهود الشعب وصبر الشعب السوري، اليوم خرج منها مذءوما مدحورا. اليوم خرج من هذه الأرض الطاهرة ذليلا، وسيخرج أنصاره وحزبه أذلة من أرض سوريا الطاهرة. اليوم الوضع تغير يا أخوان. كان يظن هذا الطاغية أنه شهر وشهرين يتعبون ويسكتون، كان يظن أنه سيخوف أهل حمص بالدبابات، سيدكهم ببضعة بيوت ينزلها على رأس أهلها والناس تسكت. ما علم الخبيث أن هذا الفعل لن يزيد الناس إلا إصرارا وإلا تضحية، بل هذا الذي فعل جعل مجموعات من مدن ما خرج منها أحد. بدأت الآن تخرج لتقاتل في سبيل الله وتدفع الظلم عن المظلومين. البشائر كثيرة. من البشائر اليوم طرد السفراء، من البشائر اليوم دول ما كانت تتكلم عن الشعب السوري بدأت الآن تتكلم. من البشائر اليوم ما يسمح لنا في الإعلام من أن ننصر هذا الشعب المظلوم. من البشائر اليوم القنوت في مساجد المسلمين قاطبة. يا أخوان، في دول في آسيا، في دول كما أخبرني أحد الأخوة من آسيا لا يتكلمون اللغة العربية يقنتون بالصلاة لإخوانهم في سوريا وليسوا بعرب. من الذي حركهم؟ له الولاء لله عز وجل، لا عقيدة المسلمين التي ما يستطيعون أن يقطعوها. يا أخوان، بشائر النصر كثيرة. يكفي أن تدخل اليوم على موقع في اليوتيوب وترى كلمات السوريين تعلقهم بالله عز وجل. هذا من أعظم بشائر النصر. ومن نصر الله عز وجل نصره الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اللي ما عنده يقين بأن نصر الله قادم هذا لو ينتحر أحسن له. من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. نصر الله قادم لا محالة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عيسى عليه السلام في آخر الزمان أين سينزل؟ الشام. لن يختار أرضا إلا الشام عند المنارة الشرقية بدمشق، بالذات في دمشق سينزل عيسى ابن مريم ويكون فيها من؟
يكون فيها المهدي وجيش المسلمين، جيش الموحدين في ذلك الزمان. أين هم؟ في الشام التي يهيئها الله عز وجل لنصر الإسلام والمسلمين. المبشرات قادمة، وكل الإرهاصات اليوم نراها بأم أعيننا. المسألة مسألة وقت فقط. الله يريد أن يتخذ من عباده شهداء. خذ ما تشاء من الشهداء فإن نصر الله قادم لا محالة. الطفل الصغير قبل الكبير يعلم أن بشار هالك كما هلك من قبله، ولكن استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأنا كما بشرت الناس عند السفارة السورية قبل أن يخرج الهالك المجرم من أرضنا الطاهرة قلتها، وربما سمع، قلت بإذن الله إن أعطانا الله العمر سأصلي خطيبا بإذن الله في المسجد الأموي. شاهدين وحاضرين في ذلك اليوم التي تطهر الأرض من دنس المجرمين وترجع مرة أخرى لعباد الله الموحدين. شكر الله للشيخ نبيل العوضي والشيخ سليمان جبيلان على هذه الكلمات النيرات. أذكركم بإذن الله عز وجل بعد غد يوم الأربعاء محاضرة للدكتور إبراهيم الدويش والداعية مصطفى حسني الشام آمال وآلام، وكذلك محاضرة للدكتور محمد الحويني بعنوان حلم شاب عربي. إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.